ليه دايما الفلوس بتروح لناس معينة؟ ليه في ناس مهما الدنيا ضربت تلاقي الفلوس بتيجي عندهم وتبوس ايديهم، وناس تانية شقيانة ومكوية وبتجري طول اليوم ومع ده آخر الشهر بتستلف؟ هو ده حظ ولا واسطة ولا في سر محدش بيقوله؟ انا مش جاي اقولك كلام تحفيزي فاضي، انا جاي اقولك الحقيقة اللي عمرك ما سمعتها قبل كده. الفلوس مش بتروح للناس اللي بتستحقها اكتر، الفلوس بتروح للناس اللي مستعدة تستقبلها، والاستعداد مش فلوس، الاستعداد عقل. الجزء الأول: الفلوس مش عدالة، الفلوس طاقة. قبل أي حاجة لازم تصدق الحقيقة الصدمة دي: الفلوس ما عندهاش قلب ولا دماغ، الفلوس طاقة بتروح للمكان اللي يعرف يستقبلها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفلوس زي الكهرباء، لو بيتك مش متوصل صح حتى لو في محطة جنبك مش هتنور. وكده الفلوس لو عقلك مش مهيأ مهما اجتهدت هتلاقيها بتعدي جنبك وما تكملش. الناس اللي بتكسب فلوس كتير مش دايما أذكى ولا أشطر، بس عندهم 3 حاجات: 1. فهم عميق لقوانين المال. 2. برمجة عقلية مختلفة. 3. استعداد للمخاطرة والرفض. الجزء الثاني: قانون المال رقم 1: الفلوس بتحب الوضوح. الفلوس ما بتحبش التردد، ما بتحبش الناس اللي مش عارفة هي عايزة ايه. سؤال: لو سألتك دلوقتي انت عايز كام فلوس في الشهر، هترد تقول اي حاجة، اي دخل، اهو نمشي. اهو ده بالظبط اللي بيطرد الفلوس من حياتك. الناس الغنية مش بيقولوا اي حاجة، بيقولوا انا عايز 1,000,000 جنيه في السنة من كذا وفي الوقت الفلاني. مثال: في واحد اسمه كريم كان بيقول نفسي افتح مشروع، فضل 5 سنين بيحلم وكل سنة يقول نفس الجملة. لكن لما حدد أنا عايز أفتح محل قهوة في الزمالك، رأس ماله 150 ألف، خلال 4 شهور بدأت كل حاجة تتحرك تلقائيا. الفلوس بتحب الناس اللي عارفين هم رايحين فين. الجزء الثالث: برمجة الفقر اللي أهلك علموها لك من غير ما يقصدوا. فاكر أول مرة كنت بتتكلم عن الفلوس في بيتكم؟ أكيد سمعت جمل زي دي: الفلوس والفلوس وسخ الدنيا. الفلوس مش كل حاجة، احنا ناس غلابة، ربنا بيحبنا، ربنا بيبعدنا عن الثراء اللي بيودي النار. كل الجمل دي برمجة تحت الجلد بتخلي عقلك لا شعوريا يرفض الثراء لانك حاسس انه خطر او عيب او هيغيرك. لكن الحقيقة الفلوس بتكشف اللي جواك مش بتفسدك. ولو انت بني ادم كويس الفلوس هتخليك تعمل خير اكتر، تساعد ناس اكتر، تعيش مرتاح اكتر. اول خطوة للثراء: نظف دماغك من سم الفقر اللي اتزرع فيك وانت صغير. الجزء الرابع: الفقر بيحميك من المواجهة بس بيكسرك. في ناس كتير بتعيش فقيرة مش علشان مش عارفة تطلع، لكن علشان خايفة تواجه. خايف يشتغل سيلز ويتقال عليه بياع، خايف يفتح بيزنس ويفشل، خايف يبقى مختلف ويتحارب، خايف ينقص عليه المرتب فيسيبه. فبيفضل في منطقة الراحة اللي هي في الحقيقة منطقة الموت البطيء. لكن الأغنياء بيكسروا الخوف ده كل يوم وبيتعودوا على المواجهة، بيفضلوا يتعلموا ويخسروا ويقوموا تاني. الثراء مش فلوس، الثراء عضلة نفسية بتكبر كل ما تواجه وتقوم وتقف على رجلك. الجزء الخامس: ناس معينة بتساوي سيستم معين. الناس اللي الفلوس بتروح لها دايما بتشتغل بعقلية مختلفة تماما. مثلا بيبصوا لأي دخل على إنه أداة للتوسع مش للراحة، بيحسبوا الوقت بالدقايق مش بالشهور، بيصرفوا على تعليمهم أكتر ما بيصرفوا على لبسهم، بيسيبوا الناس تضحك عليهم في الأول عشان يضحكوا في الآخر. يعني مش بيكسب أول يوم بس بيبني طريق طويل يخلي الناس بعد 3 شهور تقول هو كسب منين؟ ده كان زينا. الجزء السادس: 3 حاجات لو عملتها الفلوس هتجيلك غصب عنك. 1. غير دايرة الناس اللي حواليك. انت متوسط اول 5 صحاب ليك، لو كلهم بيشتكوا هتشتكي، لو كلهم بيبيعوا ويجربوا هتشتغل. احضر فعاليات، قابل ناس مختلفة، اتعلم من اللي سبقك. 2. ابدأ حتى لو ناقصك 90%. اكبر كذبة بتمنع الناس من الثراء: لسه مش جاهز. اللي بيستنى الجاهزية بيفضل في مكانه، بس اللي بيبدأ الدنيا بتبدأ تساعده. 3. فكر في القيمة مش الفلوس. انت مش بتكسب علشانك، انت بتكسب علشان الناس شافوا انك حليت لهم مشكلة. كل ما القيمة بتقدمها زادت حسابك هيزيد تلقائي. الجزء السابع: فلان الفقير مش غبي،
بس مش فاهم اللعبة. عايزك تمسك ورقة وتجاوب على السؤال ده بصراحة. لو الفلوس بتروح للناس اللي عندها نية صافية، كان زمان كل الناس الطيبين أغنياء، صح؟ بس الواقع بيقول العكس، في ناس طيبة وغرقانة في الديون، وناس بتكذب وبتلف وتدور وعندها ملايين. ليه؟ مش علشان الطيبين غلط، لكن علشان اللعبة ليها قواعد، وأي حد يلعب صح هينجح، حتى لو نيته مش أنضف حاجة. انت تقدر تجمع بين الاتنين، أخلاق في تفكير مالي ذكي بيساوي ثراء مستحق. الجزء الثامن هقولك على قصص ناس بدأت من الصفر والفلوس جات لهم. قصة عمرو، شاب كان بيشتغل فرد أمن في مول، مرتبه 1800 جنيه. قرر يتعلم تسويق أونلاين في وقته الفاضي. بدأ يعمل خدمات ب5 دولار على مواقع أجنبية. بعد 8 شهور ساب شغله وبقى دخله فوق 25,000 جنيه في الشهر. ليه؟ لأنه فهم الفلوس مش في الشغل، الفلوس في القيمة والإنترنت. قصة نادر كان شغال صنايعي نجار، بدأ يصور شغله وفيديوهات على تيك توك ويوتيوب. الناس بدأت تطلب منه شغل في محافظات تانية، وبقى يبيع تصميمات زائد كورسات نجارة. دلوقتي دخله أعلى من دكاترة. مش لازم تبقى خبير ولا عندك راس مال، بس لازم تكون جريء، مختلف، بتدي قيمة. الجزء التاسع، اسأل نفسك الأسئلة الصح. كل يوم اسأل نفسك 3 أسئلة. 1، هل أنا فعلا عايز فلوس ولا خايف منها؟ 2، هل أنا بقدم للناس حاجة تستاهل يدفعوا فيها؟ 3، هل أنا بتعلم حاجة كل يوم تزود دخلي؟ لو ال3 دول إجابتهم أيوة، أنت على طريق الثراء، حتى لو لسه مفيش جنيه زيادة. في النهاية، الفلوس مش حلم، الفلوس نتيجة لتفكيرك، نتيجة لعلاقتك بالناس، نتيجة لشجاعتك انك تكون مختلف. كل ما توعى اكتر الفلوس تقرب، وكل ما تهرب الفلوس تهرب اسرع. ابدأ النهاردة بتغيير جملة واحدة بتقولها. ابدأ بكورس صغير، ابدأ بخدمة على الانترنت، ابدأ بأي حاجة، بس ابدأ. لان الحقيقة اللي محدش بيقولها هي الفلوس بتروح للي بيفكر صح، مش للي بيتمنى. لو وصلت لهنا فانت واحد من القليلين اللي عندهم استعداد يتغيروا. لو عايز الحلقات الجاية من عقلية الثراء وطرق بناء مصادر دخل حقيقية، دوس لايك واشتراك وفعل الجرس، واكتب لي في التعليقات انا مستعد استقبل الفلوس، علشان اعرف انك فاهم اللعبة ومستعد تلعبها صح. كان معاكم رائد الافكار، المبرمج البشري الوحيد في الوطن العربي. سلام.